صباح الخير، عاملين ايه؟ بصوا النهارده بقى عملت لكم طريقه البشاميل من غير ولا بيضه. تمام. هجيب حله احط فيها معلقتين زبده او سمنه اللي يعجبكم. تمام، وهنزل فيهم بكام بصلايه كده كبار مبشورين عشان اعمل اللحمه المعصجه. تمام، هقوم جاي انا هنا هعمل نص كيلو لحمه هعصجها وهفضل كده اقلب في البصل لحد ما يتحمر. خلاص. لازم ياخد اللون الذهبي كده الخفيف، مش عايزاه يبقى متحمر قوي، يعني اهو بصوا كده زي ما انتوا شايفين. تمام، وهنزل بقى كده بكام قرن فلفل سبايسي عليهم فلفل كوبي. تمام، علشان ما يبقاش حامي قوي. طبعا الفلفل بيدي للحمة طعم وجهة تحفة. بصوا بقى هنا جبت اللحمة. وهنزل بقى فيها كده بالبصل، هعمل العصاج العادي يعني، بس هحط له حاجة كده مختلفة، هتلاقيه هتخلي اللحمة طعمها احلى يعني. تمام، هفضل بقى كده سايباها على النار واقلب فيها لحد لما اللحمة كلها تاخد اللون الرمادي كده وتبقى مسكت نفسها عشان اتأكد انها استوت. وهقوم جاية بقى نازلة عليها بملح وفلفل ورشة جوزة الطيب. هبشر بقى عليها كده جوزة الطيب، رشة خفيفة كده مش هكتر يعني. تمام، عشان تديها بس ريحة وطعم حلوين. وهقول لكم بقى بعد ما اللحمة تستوي هحط عليها بصوا كده خلاص دخلت في استوى. تمام، هجيب بقى طماطمتين بشرتهم، طماطمتين مبشورين، هم جاية نازلة بيهم على اللحمة. تمام، وهقلبها كده كويس واسيبها واغطي عليها واسيبها تتسبك، بس هوطي عليها النار شوية، يعني اخلي النار يعني اعلى من الضعيفة شوية كده، واسيبها بقى تتسبك على نار هادية. هجيب بقى معلقتين زبدة تانيين او سمنة. وهنزل بصوا كل معلقة سمنة عليها معلقة دقيق. تمام، عشان تبقى المقادير بالظبط، كل معلقة سمنة عليها معلقة دقيق، يعني هتحطوا 3 معالق سمنة هتحطوا قصادها 3 معالق دقيق. بصوا اهو انا حطيت اول واحدة، 2، 3. تمام، مش هحط تاني اكتر من كده، وبرضو هقلبهم وحمرهم كده لحد ما هيوصلوا للون الذهبي اللي انا عايزاه. تمام، اهو بصوا اهو بقلب فيها، المهم لازم نقلب فيها بسرعة. تمام، عشان الدقيق ما يلزقش مني في الحلة ويكلكع. اهو بصوا خلاص كده وصلت للون الذهبي. على كل معلقة دقيق كوباية لبن. هننزل باللبن واحنا ايدينا شغالة بالتقليب بالمضرب او بالمعلقة علشان ما يكلكعش مني وما يلزقش مني البشاميل. تمام، انا هنا حطيت كوبايتين لبن وكوباية مية. طبعا المية حطيتها مكان كوباية اللبن عادي. هفضل بقى اقلب فيها كده لحد لما تتقل. هنزل بس عليها برشة ملح خفيفة ورشة فلفل اسمر. تمام، وهقوم جاية اقعد اقلب كده فيها لحد بقى ما تبدأ ان هي تتقل. تمام، وانا مش عايزاها تقيلة قوي، انا عايزاها جوسي كده شوية، يعني ما تبقاش ماسكة، ما يبقاش البشاميل ماسك نفسه قوي. تمام، هقلبها بقى كويس. وهنا بقى كان عندي حتتين كده جبنة تركي كانوا كده في التلاجة. اخدتهم كانوا نشفوا بقى، يعني هما اساسا ناشفين ومش هيتاكلوا، فاخدتهم حطيتهم في البشاميل. هما بقى يسيحوا مع بعض كده في البشاميل. تمام، اللي عايز يستبدل الجبنة التركي بحتتين جبنة مثلثات هتديها ريحة وطعم تحفة. اللي عنده قشطة يحط، مفيش مشاكل، استبدلوا الجبنة بأي حاجة. وهنا قلت اضيف لها كده حتة جبنة موتزاريلا برضو هتديها طعم حلو قوي وريحة. اللي ما عندوش جبنة موتزاريلا ولا جبنة تركي يحط حتتين جبنة مثلثات. تمام، هبدأ بقى افضل اقلب كده لحد ما تبدأ تتقل مني. انا مش هقص حاجة من الفيديو وانا بقلبها عشان تشوفوها بالظبط هي بقت عاملة ازاي والجبنة بدأت تسيح فيها ازاي.
تمام. طبعا الجبنة التركي والموتزاريلا مع السخونية بيدوبوا كده في البشاميل، ده غير ريحته طالعة تحفة. بصوا انا شفت ناس ياما ما بتحطش ملح على البشاميل، البشاميل كده بيبقى ماسخ ملهوش طعم، وتطلع المكرونة مسخة كده. حتى ساعتها البشاميل بيتعب، يعني بيموع النفس كده، بيقرف. فلما نحط رشة ملح كده بس نطعم بيها البشاميل بيبقى افضل من ان احنا ما نحطش خالص. تمام. هنا بصوا بقى البشاميل مع التقليب بدأ ان هو يتقل ازاي اهو. بصوا انا عايزه اما احط المعلقه كده تطلع ملونه بالبشاميل، انا عايزاه يوصل للمرحله ديت، مش عايزه اكتر من كده. بصوا بقى هنا كانت خلاص الطماطم اتسبكت في اللحمه، بصوا بقى شكل اللحمه طالع عامل ازاي. وكنت سلقت المكرونه. بصوا دايما في البشاميل حطوا المكرونه اخر حاجه تتسلق عشان تبقى سخنه وتعرفوا ايه تحطوا منها في الصينيه او في البرامات اللي انتوا هتعملوا. انا هنا عملتها في برام. تمام. حطيت هنا شويه مكرونه عليهم شويه بشاميل. تمام. وهنزل عليهم باللحمه. بصوا انا هنا ما حطيتش ولا بيضه. انا بحس بصراحه ان البيض بيزفر البشاميل، بيخلي طعمه مش حلو. وبعدين انا مش بحب البشاميل تقيل، انا بحبه جوسي كده زي ما انتوا هتشوفوا هيبقى شكله عامل ازاي، يعني اللي هو اخد منه ما يبقاش مكلكع. تمام. انا بصوا عملت البشاميل بطريقه سهله جدا، معلقه سمنه عليها، كل معلقه سمنه بتاخد معلقه دقيق. تمام. كل معلقه دقيق تاخد كوبايه لبن. تمام. عشان تطلع المقادير بالظبط مظبوطه. بصوا بقى انا لما بنزل البشاميل ازاي سايح ودايب معايا. تمام. هجيب بقى كميه المكرونه كلها في الحله، وانزل عليهم بحبه كده بشاميل حلوين. تمام. واقلبهم واركنهم على جنب. هنا بقى بعد ما حطيت العصاج اللي انا عملته، حطيت عليه حبه بشاميل، ونزلت بالمكرونه اللي انا كنت حاطه عليها بشاميل اصلا على الطاجن. على فكرة دي اسهل طريقة للمكرونة بالبشاميل، ده انا بشوف ناس بتعمل حلل اقسم بالله ومواعين قد كده عشان حبة بشاميل، وهي والله العظيم ما بتبقى مستاهلة. دي اسهل اكلة بجد انا بعرف اعملها يعني. تمام. بصوا بقى انا هنا ايه، يعني احنا مش بنحب البشاميل على الوش، انا بحب على الوش ايه جبنة موتزاريلا. تمام. فانا حطيت المكرونة اللي هي عليها البشاميل، وبعدين حطيت عليها طبقة من الجبنة الموتزاريلا، مش هحط بشاميل تاني. هقول لكم على حاجة، اللي ما عندوش جبنة موتزاريلا يحط بشاميل. تمام. يغرقها كده من فوق بشاميل، هتطلع جوسي كده وطعمها تحفة، هتبقى دايبة في بقكم. بصوا بقى شكل الطاجن عامل ازاي بالجبنة الموتزاريلا. الكلام ده هكرره في الطاجنين اللي معايا بنفس الطريقة. هحط الاول حبة من المكرونة كده، وانزل عليهم بشوية من اللحمة المفرومة. تمام. و... وهحط على اللحمة المفرومة طبقة كده خفيفة من البشاميل كده اظبطها كده بيه. تمام. عشان البشاميل والله العظيم انا كنت باكله كده بالمعلقة من كتر جماله. واتبقى حبة مكرونة كده بالبشاميل، قمت جايه حاطة عليهم لحمة مفرومة، وقعدت اكلتهم كده من غير فرن ولا حاجة. بجد بجد البشاميل طريقته تجنن. اهو بصوا انا حطيت طبقة كده خفيفة من البشاميل على الطاجن. تمام. اصلا الجبنة الموتزاريلا كمان والجبنة التركي مدين البشاميل طعم وغنى كده حلو قوي. انتوا ممكن تستبدلوا الجبنة التركي والجبنة الموتزاريلا بحتتين جبنة مثلثات او قشطة عادي، واللي عايز يحط قشطة وجبنة مثلثات يحط، مفيش مشاكل. اللي عنده اي نوع جبنة كريمي عامة يحط منها معلقة ولا حاجة. خلاص. برضو هنا حطيت على الوش كده طبقة موتزاريلا. تمام. بحس ان الموتزاريلا على الوش اخف من البشاميل يعني. بس طبعا اللي مش عنده موتزاريلا او مش عايز يحط موتزاريلا وعايز يحط على الوش بشاميل يحط، بدل الموتزاريلا استبدلوها بالبشاميل. بس طبعا البشاميل ده انا مش هرميه اللي اتبقى، ده هيتحط في علبة يتحط في الفريزر. مرة تانية هكون بعمل مكرونة، هقوم جاية مطلعاه يفك واديله ضربة كده خفيفة في الخلاط او في الكبة، واطلعه استخدمه عادي. على فكرة ده برضه ممكن من الحاجات اللي تستخدموها في تجهيزات رمضان، ان انتوا تجهزوا البشاميل وتحطوه في علبة تحطوه في الفريزر.
هيسهل معاكوا قوي. هتطلعوه من الفريزر يفك، هتدوله ضربة في الخلاط كده وهترجعوا تستخدموه عادي جدا كأنه لسه معمول. انا بعمل كده دايما على فكرة. تمام. وهنا برضه هحط جبنة موتزاريلا على الوش. بصوا بقى، هحط الطواجن دي في الفرن على درجة حرارة يعني متوسطة. تمام. علشان انا عايزة المكرونة من جوه تسخن وعايزة الجبنة تسيح كويس. تمام كده. كنت هنا خلصت ال3 طواجن خلاص. بصوا، وده كان شكلهم بعد ما خلص. يا رب تكون طريقتي والاكل النهارده عجبكم. ولو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.